قصرت في حق امي. برضه احنا هنعمل اللي علينا ماشي، واني من اني هتصرف في ال 50,000 اجيبها من 50,000 اني، وانت تدفع ال 50,000. ايوه امك يا اني هتصرف في ايه؟ واني يعني اني لا مؤاخذه المليمين اللي معايا دول، ما انا عيالي اولى بيهم يا سيدي، لا اله الا الله. يعني اروح ادفعهم وكده كده العمليه ما هيش ناجحه؟ يعني اعمل ايه؟ ما انا عندي عيال اولى بيهم، لو ما كانش فيك الخير لامك هيبقى لك خير في عيالك؟ لا اله الا الله. انا ما اعرفش اتصرف يا عوضين وارمي فلوسي في حاجه مش كده، سيبها على ربنا، لو ربنا رايد لها تعيش هتعيش، مش رايد لها يبقى امر الله يا سيدي، لا اله الا الله. يعني خلاصه الامر ايدي منك والاب. ايه يا عوضين؟ ايه يا اخويا؟ انت راقد في البيت كده بقالك اسبوع من ساعه امك ما ماتت، وانا ماني قلت لك؟ مش انا قلت لك؟ قلت لك يا عوضين الفلوس احنا اولى بيه وعيالنا اولى بيه. ايوه اديك خسرت الفلوس يا اخوي، خسرت الفلوس، لكن كسبت اللي احسن من الفلوس يا اسماعيل، كسبت رضا امك. امك ماتت وبتدعي لي وراضيه عني. طب بقول لك ايه، مش امك كان عندها حته ارض كده، واخد بالك انت؟ ايوه كان عندها حته ارض، واني اليومين دول محتاج فلوس يعني كده يسندوا معايا. والله ما عندك دم يا اخي، والله ما عندك دم. ايوه عايز ملمات، ايوه عايز جاي تاخد ورث امك. طب انا بقى عايز اقول لك على مفاجاه احلى من المفاجاه دي. ايه؟ امك الله يرحمها قبل ما تموت كتبت لي حته الارض بتاعتها، كتبتها باسمي بيع وشراء. وبص وادي الورقه اهي، كتبت لك ايه؟ حته الارض. اطلع من الدنيا يا اخويا. كتبت لك ايه؟ حته الارض كتبتها لك انت. ايوه ايوه انت كده يعني رسمتها. ايوه ما تزعلش، ما تزعلش، انا مش هاخدها، انا لا عايز ارض ولا عايز حاجه، انا كنت عايز امك. ايوه وعملت المستحيل عشان تفضل معانا، لكن اراده ربنا هي اللي فوق كل شيء. الورقه اهي، خدها يا رسميه، وانا مش عايز حاجه، الله الوكيل ما عايز حاجه خالص من الدنيا غير رضا امك عليا. الورقه اهي. ايوه هات الورقه يا اخويا، ايوه هات الورقه. ايوه يا اخويا هات الورقه. هناخد حته الارض